أعداؤك ولوا للعدم، وبقيت عزيزا كالعلم. تاريخك شمس تتجلى، بل أنت حياة للأمم. فدعوني أملي أبياتي في وجه النور المبتسم. خذ ماء العين لها حبرا، واجعل أجفاني كالقلم. أتراهم سخروا من وجه حر كالشمس بلا تهم. يتلألأ كالبدر وقورا في ليل التم على الظلم. أتراهم سخروا من وجه كم بات يناجي في عظمي. يتحدر دمعي من جفني في در ساج منتظم. أتراهم سبوا لحيته، كم سال الدمع بها بدمي. وكأن بقايا الماء بها لوضوء نجم في القمم. بجميل صفات في ذات، في قلب زاك في كرمي. فصلاة تترى وسلام يا
خير الدنيا يا خير الدنيا يا خير الدنيا كلهم. هاي فرصة باش نبينوا للناس راهي الأطياف الإسلامية راهي مستضفة صفا واحد، وراهي مع اخوتنا في النهضة ومع باب النصرة وفي الأخرى اخواتنا إن شاء الله ندافع عليها هم اخواتنا. ولذلك إن شاء الله نتمنى لو كلهم يجوك ويعبروا التعبير هذايا إن شاء الله الشيخ، مع العلم أنهم يحبوك خاصة أنت بالذات أخوتنا في السلف حكيت معهم بالبداية الشيخ نحبوه بالبداية الله يبارك لك يا شيخ. أنا عرفت تريك يا شيخ ربي يعطيك. وجدت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه. الله يبارك لك إن شاء الله ربي يشفيك. المتحابين في الله يظلهم يوم القيامة إلا يوم لا ظل إلا ظله. كل أحبابي أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يبشركم بأن الله يحبكم، لأنه قال في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتوادين فيه والمتبادلين فيه. وإن شاء الله هذه المحبة هي تكون هي الأصل لأن نلتقي جميعا على طريق الله سبحانه وتعالى، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وطريق على كلمة الحق المبين، إلى أن نصل إلى أن نكون نعيش في مجتمع مسلم فاضل ودولة إسلامية فاضلة بإذن الله، ترفع راية الإسلام وتعز الإسلام والمسلمين بإذن الله تعالى. والحمد لله الآن صحة الباس وأنا أتمثل بالشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وما هذا إلا ابتلاء من الابتلاءات اللي إن شاء الله تكون هي ما تزيدنا إلا قوة في وثيقة في الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بقوله أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه. وهذه بشرى لكل من ابتلي في سبيل الله. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسجونا مظلوما إلا صرحته ولا ولدا إلا هديته وأصلحته ولا حاجة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيته ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الحياة مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك أنت القوي العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.